السلام عليكم. وحشتوني. صيف، صبغات، ساحل، شرم، الدنيا خربانه في الشعر. كلور بوظ حاجات. لا لا، احنا في الصيف لازم ندور على الترطيب قوي يا جماعه. انا جاي لك يا قمر بوصفه بمثابه بلسم، والله مثابه شبهك كده، بلسم انت بلسم. طيب، الوصفه ديت يا جماعه مكونه من ايه؟ معانا صبار ومعانا زيوت ومعانا بيض. البيض ده مش للاكل، لا، هنستخدمه للشعر. ترطيب قوي جدا يا جدعان، وقسما بالله حاجه هتشكرين عليها. كل اللي انا عايزه منك يا ست الكل انك تصلي على حضره النبي، ما تنسيش اللايك والشير، ودعوه لابويا وامي الله يرحمهم. بص يا بت، نشفان الشعر ده بيجي بسبب استخدام الزيوت الخاطئ، بسبب كلور، بسبب مصايف، بسبب حاجات كتيره ممكن نعملها. طيب النهارده جايب لك يا ست الكل معانا بيض. البيض ده بقى تعملي بيه اها، استني تعالي كده، هتعملي بيه ايه؟ اول حاجه هتجيبي بيضتين كده، ويا ريت يكونوا بلدي عشان ما لقيتش البلدي اهو. تمام، بسم الله. اها، انا فاشل اصلا. دي بقى اول مكونات الوصفه بتاعتنا. طيب بعد كده يا ست الكل هتجيبي، اكيد عارفين كلنا، زيت جوز الهند. غني عن التعريف، حاجه جدا مرطبه للبشره. ما تنسيش ان احنا في الصيف بالذات فعلا لازم ندور على ترطيب. اول حاجه يا ست الكل هتاخدي بمثابه معلقه ونص كده من الزيوت دي. تمام. طيب بعد كده معانا، لا لا ما اقولكيش بقى، ما اقولكيش النخاع. النخاع يا بت اللي بيبقى في الكوارع. هتجيبيه زيت النخاع اهو، وهتاخدي برضو بمثابه معلقه منه. بالله عليك، بالله عليك ما تنسي الصلاه على حضره النبي يا قمر. والنبي قمر قمر. في ناس بانوا على نياتهم، ما نفعوش على قد ما ضروا. طيب بعد كده نيجي بقى للبرنس الصبار. اوه، بشره، شعر، كل حاجه. انا اختار لك احسن حاجه يا بت. اجيب لك الحته دي قويه، مش رخيص، مش رخيص والله، والله ما رخيص، غالي، بس الغالي للغالي. هتجيبي بعد كده يا ست بكل الصبار. عندك بقى بتاعه ممكن تعمليها كده وتطلعي، بس اديكي حاجه بس قبل ما تتكلمي. شايفه الصفار ده اللي بيطلع ده؟ ده سام، بس انا ما عنديش وقت. كل اللي عندك اللي انت هتحطيها في الميه شويه لحد الصفار ده ما يروح. هتيجي تعملي ايه؟ عندك برضو ممكن تطلعيها ببتاعه زي دي كده. اهي اتكسرت، لا حول ولا قوه، مش هعملها. مين اللي باصص في الفيديو؟ ما تنسيش الصلاه على حضره النبي. طيب بصي بقى اهو، تبداي تقطعيها كده من الاربع اتجاهات. في ناس بانوا على نياتهم، ما نفعوش على قد ما ضروا. صوتي حلو؟ يا جماعه انتوا بتتابعوني منين؟ ممكن يكون حد من المغرب، من جنبي وانا بكرش عليه وهو متابعني وانا مش واخد بالي. عايز اتجوز يا جدعان ولا بلاش؟ انا معايا الحمد لله موضوع. حبيبتي حبيبتي، بس برضه يا جدعان مثنى وثلاث حلال. اها، بصي بقى يا جماعه، انا بهزر يعني، انا بحب التهريج ومرح شويه. وعلى راي حماتي بتقول لي خليك فريش، بلاش تكون كرياز. حاجه يا بنت. انا عارف ان في ناس هتستثقل دمي، بس على النعمه بقول لك ايه، انا بالدماغ اهو. اها اها، عسل يا اخي. في ناس بانوا على نياتهم. بس يا موكوسه تعملي الكلام ده قدام جوزك وتبقي قاعده كده وربطه لي الاشاربه، اوه يسلم. هيبص برضه رجاله وانا عارفهم مش واخدين منهم حاجه غير حلاقه الدقن. تعالي بس. اقسم بالله بمثابه كنز، كنز رباني في البيت. طيب بعد كده في تركايه، عشان انت بتقرفي من البيت وياه وزفاره وياه. لا ياما، انا جايب لك ده. شايفه ده؟ زيت النعناع. بس انا بحكم شغلي انا بستخدمه عندي ثلاث اربع قطرات كده، ثلاث اربع
3 4 فرخات ودجاج ومحدش فاهم حاجه. بصي تعملي كده تلاقي الريحه ايه بقى؟ عندك خلاط اضربي فيه، اضربي فيه. وصفه قويه جدا يا جماعه، مدخل فيها ترطيب هي اساسا ترطيب ومدخل فيها حته تساقط النخاع، حاجات قويه جدا في تقويه الشعر. تعملي بقى تومي كده اسمه ايه البوتاجاز وتعملي لك بيتزايه. طيب كده مفيش زفاره، كده في ترطيب قوي للشعر، تغذيه معاه. اقول لك بقى يا عمر وانا بفرده على الشعر، اهم حاجه طريقه الفرد، طريقه الفرد قصدي الفرك، تفركي على هوريك ما تستعجليش. تعالي والله يا عمر تعالي. جينا بقى، عايزك بقى يا بيضه بالبيض وتشمري، شمري يا بيت، شمري. بس انت بقى ايه تعملي ايه؟ تمسكي البيضايه كده يا اختي، سيبيني انا اشتغل مالكيش دعوه. ترتيب، عملنا صبغه او عملتي صبغه في البيت وشعرك بقى بدا ينشف، هتبداي تعملي الوصفه اللي احنا عملنا دي. في ناس بانوا يا بس ما فيهوش ريحه، النعناع غطى على الموضوع، هتلاقي ريحته جميله جدا. في زيوت عطريه كتير ممكن تستخدميها بس النعناع قوي. اهم حاجه في الموضوع انك تشربيها. سامع؟ سامع؟ مايك شغال؟ اه شغال الحمد لله. اه الفيديو ده منظور فيه. اه تبداي توصلي للفروه منه حاجه قويه جدا، خلي بالك عشان هو ممكن يتدلق. تمام اهو، منه زي ما انا قلت لكم ان هو افاده قويه جدا كمرطب، ومنه الغذاء بالزيوت اللي احنا حاطينها. وعلى فكره يا جماعه الزيوت تشتغل جلسات ما تشتغلش يومي، عشان في ناس كتير هاتي يا اختي الطبق، هاتي يا اختي الطبق خليه يشرب. خد، هاتي يا عم. في ناس بانوا على نياتهم ما نفعوش على قد ما ضروا. طبعا انت عماله من جواكي دلوقتي بس والله العظيم ريحته حلوه، مفيش ريحه بيت خالص. حاولوا توصلوا للايه، للفرو. تعالي كده عشان انا ماشي يلا. تنسوش يا جماعه الصلاه على حضره النبي بالله عليكم، ودعوه لابويا وامي الله يرحمه. طيب هتسيبيها على الشعر يا ست الكل لمده قد ايه؟ من تلت لربع ساعه، وبعد كده هتقومي تغسليه قبل ما تغسليه وتنضفيه. وبعد كده هاليجي بقى للغسيل. بعد الغسيل هتستخدمي حمام كريم او بلسم، واتمنى زي ما انا قلت لكم زوم 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 زوم. الفاشكول كويس جدا حلو. الزيرو زيرو فريز منتجاتها كويسه جدا. في كذا حاجه يا جدعان، انتوا ركزوا ان انتوا تدوروا شعركم على حاجات قويه جدا، ان كانت مرطبات ان كانت تغذيه. انا معاكم اسئله واجوبه وان شاء الله كل اللي انتوا عايزينه زي ما قلت لكم. بس ما تنسوش الصلاه على حضره النبي، ما تنسوش اللايك، ما تنسوش الشير، ما تنسوش البوسه الحلوه. السلام عليكم.